أهلا بالصحاب. هنتكلم مع بعض شوية كده عن محتوى المصاطب، النوع السيء من المحتوى اللي منتشر الفترة الأخيرة في بعض البرامج الرياضية اللي بتهدف للم مشاهدات وخلاص، بغض النظر عن قيمة المحتوى. ومنتشر كمان في بعض أنواع البودكاست اللي برضو بتهدف للانتشار بغض النظر عن قيمة الكلام اللي بيتقال. هنتكلم عن الموضوع دوت، لكن في الأول خلينا نتكلم عن قصة قصيرة حزينة تخص إدارة الكرة في النادي الأهلي. في إبريل 2018، وبعد تعيين أو مش تعيين بقى، بعد فوز الكابتن محمود الخطيب برئاسة النادي الأهلي، بعد يعني 6 شهور من توليه رئاسة النادي الأهلي تقريبا في إبريل 2018 بالظبط. قمت الصبح على خبر غريب جدا يخص إدارة الكرة في النادي الأهلي، وهو تعيين حسام غالي كابتن الأهلي اللي كان لسه معتزل الفترة ديت. الكابيتانو حسام غالي تعيينه في منصب يعني غريب بالنسبة لي وغريب بالنسبة للأهلاوية كلهم في الفترة ديت، وهو منصب المنسق العام لقطاع الكورة أو لإدارة الكورة في النادي الأهلي. المنسق العام لقطاع الكورة أو إدارة الكورة في النادي الأهلي كان منصب أول مرة نسمع عنه. احنا طول عمرنا كنا عارفين إن النادي الأهلي رئيس ونائب رئيس مثلا وأمين صندوق وأعضاء مجلس إدارة ولجنة كورة ومدير كورة. اول مره بقى كان نسمع عن منصب غريب بيخش في اداره الكوره في النادي الاهلي، وهو منصب المنسق العام. وتولى حسام غالي هذا المنصب بعد اعتزاله مباشره، وما قعدش فيه كتير، قعد فيه تقريبا 8 شهور. والموضوع كله او التجربه كلها او المغامره كلها اللي كانت بتسبق بقى ظهور المغامره ديت، كانت بتسبق ظهور ما يسمى بلجنه التخطيط حاليا في النادي الاهلي. الموضوع ده كان قبلها بقى. انتهت المغامرة أو انتهت التجربة في ديسمبر 2018، يعني بعد 8 شهور تقريبا، بنهاية مأساوية بأن حسام غالي اختلف اختلافات كبيرة جدا مع محمد فضل مدير التعاقدات، وهيثم عرابي اللي كان شغال في لجنة التعاقدات في النادي الأهلي في الوقت دوت. الثلاثة طقشوا مع بعض وما كانش فيه توافق كبير ما بينهم. وحسام غالي فشل ان هو يكون منسق، فشل ان هو ينسق ما بين الناس اللي موجوده في قطاع الكوره. وخرج حسام غالي من المنصب، يعني كابتن الخطيب انهى التجربه كلها واتجه بعد كده لما يسمى بلجنه التخطيط. وحسام غالي قعد بقى يستعد ان هو يخش انتخابات النادي الاهلي في الدوره اللي كانت بعدها، اللي دخل فيها بقى دلوقتي مع الكابتن محمود الخطيب. فاختفى المنصب بتاع المنسق العام مع خروج حسام غالي من المنصب. ما بقاش في حاجه بقى اسمها منسق عام لاداره الكوره يعني. طيب، مؤخرا الجماعه بتوع كوره بلس قابلوا مصدر في النادي الاهلي، قابلوا مصدر مسؤول في النادي الاهلي. فقالوا له يا مصدر يا مسؤول، يعني قول لنا عشان احنا مش عارفين، والناس دلوقتي مش عارفه بعد تولي الكابتن وليد صلاح الدين اداره الكوره او بقى مدير كوره في النادي الاهلي، الكابتن محمد يوسف دوره هيكون ايه. الجماعه بتوع كوره بلس سالوا المصدر المسؤول في النادي الاهلي هذا السؤال المهم في واقع الامر يعني. فالمصدر المسؤول رد بقى جميل. دي بقى يعني دي القصه بقى الحزينه اللي انا حابب اقولها يعني. رد المصدر المسؤول وقال ان الكابتن محمد يوسف ادواره ان هو هيتابع مع لجنه السكاوتنج واداره النادي اللي هو الكابتن محمود الخطيب، هيتابع معاهم ملف المدير الفني الجديد. يعني دي الرولز بقى، ركز معايا كده يا صديقي. دي الرولز او الادوار او الجوب ديسكريبشن بتاعت الكابتن محمد يوسف على حسب المصدر المسؤول اللي كلم كوره بلس، المنصه الموثوقه كوره بلس يعني. قال لهم ان الكابتن محمد يوسف كمدير رياضي للنادي الاهلي هيتابع هيتابع ملف المدير الفني الجديد مع لجنه السكاوتنج اللي بتدور، وقدامها يعني سيفيهات، وقدامها كذا 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 كذا، وبتدور هنا وبتدور هنا ومش عارف ايه، واداره النادي اللي هو بين قوسين الكابتن محمود الخطيب. ده رقم واحد. ورقم اتنين ان هو هيتابع برضو مع اداره النادي تطوير قطاع الناشئين واختيار مدير فني لقطاع الناشئين اجنبي جديد يعني وكده. وثالثا، وده مهم بقى جدا جدا جدا، ان هو هينسق مع الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكوره. هينسق
كمان مره هينسق مع الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكوره لائحه الفريق وملف تجديد اللاعبين. فده خبر مهم جدا جدا جدا. و بيقول لك بقى ايه، ان اخيرا بعد اختفاء لمده تقريبا 7 سنين عاد منصب المنسق العام لقطاع الكوره في النادي الاهلي للحياه مره اخرى، وان كان يعني قد تغير اسمه الى منصب المدير الرياضي للنادي الاهلي. كابتن محمد يوسف اخيرا عرفنا هو بيشتغل ايه. هو بيشتغل منسق عام لاداره الكوره في النادي الاهلي او قطاع الكوره في النادي الاهلي، بمعنى ان هو هياخد اخبار المدير الفني او ملف المدير الفني الاجنبي الجديد من لجنه السكاوتنج اللي بتدور، ده على حسب كلام المصدر المسؤول. هياخد اخباره، هياخد السيفيهات، هيقول لهم ايه يا شباب، إيه وصلنا لايه، مش عارف جبنا ايه واحد برتغالي، طب تمام، ايه اخباره، السي في بتاعه ايه، طيب جبنا روزا اخباره ايه، مش عارف ايه الحاجات ديت. هياخد منهم الاخبار، هياخد منهم السيفيهات ويعرضها على الكابتن محمود الخطيب اللي هو اداره النادي، وياخد رد الكابتن محمود الخطيب اللي هو اداره النادي للجنه السكاوتنج، ان هم مثلا عايزين، لا عايزين معلومات اكتر عن المدرب دوت، عايزين مش عارف ايه. فهو هينسق ما بينهم، هو منسق عام في قطاع الكوره، هيقوم بالدور دوت ما بين لجنه السكاوتنج وكابتن محمود الخطيب. هو يعني هم ما قالوش هينسق في الخبر، قالوا هيتابع. يعني ايه هيتابع؟ يعني هو اللي انا بقوله دوت، ايه يا شباب اخباركم ايه، عملتوا ايه، اتفضل يا كابتن، كابتن محمود الخطيب دي اخر الاخبار، تمام تمام، يروح قايل للجماعه بتوع السكاوتنج تمام، لا مش تمام، لا مش عارف ايه كده. دي المتابعه، مش هو اللي واخد الليد. المفروض المدير الرياضي اللي معاه فول جوب ديسكريبشن في الاداره الرياضيه في النادي هو اللي بيبقى واخد الليد. ما تقوليش ان هو بيتابع مع لجنه السكاوتنج واداره النادي، مفيش حاجه اسمها كده. يعني المفروض الخبر يتقال ان هو بيبحث، الكابتن محمد يوسف دوره ان هو بيبحث حاليا عن مدير فني يليق بالنادي الاهلي. المفروض الخبر يتصاغ كده لو الكابتن محمد يوسف واخد الليد، لكن هو مش واخد الليد، هو منسق عام، وهينسق برضو مع اداره النادي في ملف المدير الفني الاجنبي الجديد لقطاع الناشئين. والنقطه الاهم بقى ان هو هينسق مع الكابتن وليد صلاح الدين في موضوع ملف التجديد بتاع اللعيبه واللائحه الجديده. دي مكتوبه بقى ايه بالبونت العريض، ان هو هينسق، هيقعد مع الكابتن وليد صلاح الدين. يا كابتن وليد هتجدد لاحمد عبد القادر. طبعا في اخبار منتشره الفتره الاخيره ان الكابتن وليد صلاح الدين هو اللي معاه ملف تجديد احمد عبد القادر، هو اللي هيقنعه بان هو يقعد في الاهلي، مش الكابتن محمد يوسف. لكن الكابتن محمد يوسف هينسق معاه، هينسق معاه ويقول له ايه يا كابتن وليد، اخبار عبد القادر ايه، اخبار مش عارف امام عاشور ايه، كذا كذا كذا، تمام تمام، مش تمام، طب خلينا نرجع للكابتن اقول له اخر الاخبار ونشوف الكابتن هيقول ايه. فيروح رايح للكابتن اللي هو الكابتن محمود الخطيب، ياخد منه يا كابتن بيبو مثلا امام عاشور عايز 700 مليون جنيه في الموسم. فالكابتن بيبو يقول لمحمد يوسف لا يا محمد خليهم 600 مليون بس. فمحمد يوسف يروح راجع للكابتن وليد صلاح الدين يقول له لا اتكلم معاه في 600 ومش عارف ايه. هو ده التنسيق، ده التنسيق اللي هيقوم بيه الكابتن محمد يوسف. يعني هو الكابتن وليد صلاح الدين حسب الخبر اللي كان طالع ان هو اللي هيجدد مع احمد عبد القادر او واخد الملف، هو اللي واخد الليد كابتن وليد صلاح الدين في موضوع تجديد اللعيبه واللوائح بتاعت الفريق. كابتن محمد يوسف هيعمل ايه؟ هينسق معاه. يعني ايه هينسق معاه؟ يعني هياخد الاخبار من الكابتن وليد صلاح الدين زي ما كان بياخدها كده من السكاوتنج، وينقلها للكابتن محمود الخطيب وياخد منه الابروفال. عارفين انتوا الايميلات اللي هي فور يور ابروفال، يعني بليز، يعني as soon as possible، اساب فور يور ابروفال، يروح للكابتن الخطيب، تمام يا كابتن بيبو، تمام، مش تمام، لا مش تمام. فمنصب المنسق العام لقطاع الكوره في النادي الاهلي عاد اليكم من جديد يا اصدقائي بعد 7 سنين غياب. اخر من تولاه هو الكابتن حسام غالي، وانتهى امره في ديسمبر 2018 عشان يرجع تاني في 2025 بمسمى جديد بقى، مش المنسق العام، لا المدير الرياضي، عشان احنا لازم نواكب الموضه ولازم نجاري العصر الحديث في الاداره الكرويه في كره القدم. ما بيبقاش في حاجه اسمها منسق عام، طب ما نسميه مدير رياضي ويبقى احنا عندنا مدير رياضي في النادي الاهلي. لكن هو فوق الامر ايه؟ منسق عام بينسق بين ده وبين ده، وياخد اخبار ده يديها لده، وممكن برده في السكه كده يقول رايه، مفيش مانع، بس هو مش واخد الليد، مش واخد الليد.
وده مهم جدا. دي النقطة الأولى اللي أنا حبيت أتكلم معاكم عليها، إن خبر عودة منصب المنسق العام مرة أخرى للنادي الأهلي في صورة أو في ثوب جديد. نخش بقى على محتوى المصاطب. محتوى المصاطب المنتشر في بعض البرامج وبعض المنصات وبعض البودكاست، اللي هو قائم على إيه؟ قائم على الفضايح مش الفضايح اللي هي والعياذ بالله الحاجات الشمال، لا، يعني قائم على إفشاء الأسرار. إفشاء الأسرار، يعني محتوى قائم على إفشاء الأسرار. بمعنى إيه؟ بمعنى إن في راجل كان مؤتمن على أسرار مكان، بيخرج من المكان لكن الشخص دوت بيبقى غاوي شهرة، الذل مش مناسبه، لا عايز يبقى دايما تحت الأضواء، وهو عنده أسرار لا تقدر بثمن عن المكان الكبير اللي هو كان شغال فيه. فيعمل إيه بقى؟ يطلع في بعض البودكاست اللي هي عايزة تسترزق، اللي هي عايزة تنتشر، يطلع في بعض البرامج اللي هي عايزة تعمل بوم وطخ وبعض المشاهدات، يفشي أسرار المكان اللي كان شغال فيه، زي شغل المصاطب. المصاطب في القرى بقى والبلدات والنجوع كان بيقعد عليها بعض الأشخاص الفاضيين ليل نهار، ما فيش حاجة وراهم غير إنهم يجيبوا سيرة الناس. بيبقى الواحد منهم قاعد على المصطبة مؤتمن على سر يخص شخص ما، والشخص اللي هو المؤتمن على السر ده اللي قاعد على المصطبة حاسس إن هو مش واخد أهميته، أو الناس مش مستعبراه شوية في هذه القرية أو البلدة. فيعمل إيه بقى عشان يلفت الأنظار ويبقى تحت الأضواء هذا الشخص اللي على المصطبة؟ يفشي أسرار البيت اللي ائتمنوا على هذا السر، او اسرار الشخص اللي ائتمنوا على هذا السر، عشان يبان قدام الناس ان هو عنده معلومات كتير عن ناس كتير، فالناس تتلم حواليه وهو قاعد على المصطبه، ويقول فلان الفلاني ده عمل كذا مع مراته، وعلان العلاني دوت عمل كذا مع عياله. فالناس تهتم بيه او تديله اهتمام من هذا المنطلق السيء جدا. فده محتوى المصاطب، ان شخص كان شغال في مكان زي النادي الاهلي مثلا على سبيل المثال، اكتر نادي مستباح في الموضوع دوت، اشتغل فيه، عرف البيئه الداخليه، عرف المدرب كان بيتعامل مع اللعيبه ازاي، عرف ايه هي نقط ضعف بعض اللعيبه، نقط ضعف بعض المدربين او بعض المدربين. فيطلع بعد ما يسيب منصبه، يطلع في هذه المصاطب الاعلاميه، يفشي الاسرار، وهي يعني هي اخبار او محتوى يعني في غايه التفاهه، يعني ما يهمنيش وما يهمش اي حد اعتقد. يعني مثلا اهم اتنين انا شايفهم خرجوا من النادي الاهلي بيعملوا المحتوى دوت، هو خالد الجوادي المترجم السابق لمارسيل كولر، ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق في النادي الاهلي. الاتنين دول هم رموز محتوى المصاطب على الميديا. فخالد الجوادي مؤخرا خرج في بودكاست، انا ما شفتش يعني البودكاست وما بحبش اشوف الحاجات ديت اصلا، بس الاخبار بتجيلي كده ايه في شكل بوستات. فمن ضمن الحاجات اللي انا قريتها ان هو بيتكلم على برونو سافيو، بيقول برونو سافيو كان بيتمرد وبيدعي الاصابه وبيصرخ في التمرين بشكل اوفر عشان يبين ان هو مصاب، وما راحش جنوب افريقيا مع النادي الاهلي في ماتش سان داونز اللي الاهلي اتغلب فيه 5-2، وادعى المرض عشان يقعد جنب مراته في مصر. فهل ده يصح؟ يعني هل ده كلام يصح؟ يعني انت عشان برونو سافيو لاعب برازيلي ومش موجود حاليا في مصر اصلا، ولا يعرف اخبارك ولا عارفك انت شخصيا اصلا دلوقتي، وناسيك وناسي يعني يعني مش عايز اقول كلام صعب، يعني ناسيك، ناسي التجربه كلها اصلا، ولا يعني اي شيء منها برونو سافيو. هل معنى كده مثلا ان انت يعني تستبيح الكلام عنه بهذا الشكل؟ يعني برونو سافيو دوت لو مصري وموجود يعني حي يرزق في مصر، ولاعب مصري وفاهم انت بتقول ايه، هتقول عليه الكلام دوت؟ تطلع تقول ان هو ما سافرش مع الاهلي جنوب افريقيا عشان عايز يقعد جنب مراته في مصر؟ فدي آفة موجودة عندنا أصلا عموما، إن المدرب الأجنبي أو اللاعب الأجنبي بيبقى مستباح شوية في الكلام. دي نقطة. النقطة التانية إيه التفاهة دي؟ يعني إيه التفاهة اللي أنت بتقولها دي؟ يعني أنا واحد قاعد مثلا بشوف بودكاست بهذا الشكل، والعياذ بالله يعني بعد الشر عني وعن السامعين، أنا هستفيد إيه من الكلام اللي أنت بتقوله دوت؟ يعني هستفيد إيه إن برونو سافيو اللي سايبنا بقاله 3 سنين كان بيدعي الإصابة؟ يعني أنا هطلع بإيه؟ هستفيد إيه لما تقول لي مثلا إن بيرسي تاو كان زعلان ومارسيل كولر راح صالحه، الاثنين مشوا من الاهلي اصلا، راح صالحه طيب خاطره ومش عارف ايه والكلام ده. يعني انا هستفيد ايه من الحكاوي دي؟ وشادي حسين بصراحه طلع يعني ظبطه في بوست، ظبط خالد الجواد يعني في بوست، وقال له يعني ان انت بتتكلم في تفاهه،
عشان خالد الجوادي قال يعني مش عارف كان في مهاجم في النادي الاهلي بس هو ما قالش اسمه طبعا عشان شادي حسين لاعب مصري، لكن لو لاعب اجنبي كان هيقول اسمه عادي يعني زي برونو سافيو كده اللي استباحه هو واسرته. لا يعني خالد الجوادي قال لك ايه، مهاجم مصري كان ما بيحبش يضغط كتير في التمرين على الدفاع، ومارسيل كولر بيقول له انت ما بتضغطش ليه، فالمهاجم المصري قال له كولر انا كل مره هضغط، ده ايه القرف ده اللي انت عايز تلعبنا فيه يعني كل شويه هضغط. فكولر قال له طب اما تتعب من الضغط قول لي عشان اطلعك وانزل واحد مكانك يضغط. ايه التفاهه دي؟ وهو فعلا هي قصه تافهه بس بتملى وقت في هذه المصاطب الاعلاميه وممكن تعمل بوم وطخ مع بعض فئات الجماهير. فشادي حسين طلع قال له انت بتتكلم في تفاهه، يعني الموقف اولا ما حصلش زي ما انت بتقول كده، وثانيا انت بتتكلم في حاجات تافهه. هو فعلا محتوى تافه، محتوى غايه في التفاهه، سواء اللي بيقوله محسن صالح في البرامج اللي بيطلع فيها في الفقرات اللي هي بتبقى مخصصه لمحسن صالح عشان يعمل بوم وطخ، ومارسيل كولر ده بيعه عليه، هو بقى محسن صالح حاطط مارسيل كولر في دماغه ووقف له في زوره. ما تفهمش ليه، يعني في حاجه حصلت ما بينهم مش معلنه. محسن صالح يطلع يقول لك برضه نفس الكلام، وكولر عمل كذا ومش عارف عبد القادر عمل ايه مش عارف في مين، وامام عاشور عمل ايه مش عارف في الموقف الفلاني. احنا مش عايزين نعرف الكلام دوت، احنا عايزين النادي الاهلي يفضل النادي الاهلي اللي كان دايما مقفول عليه محدش يعرف اسراره. ويا ريتك بتقول اسرار عده، انت بتقول حاجات تافهه. يعني يعني انت عارف انت اللي عارفين المسرحيه اللي بيقول لك متآمر وهبل، انت بتفشي اسرار واسرار تافهه، اسرار واسرار غايه في التفاهه، يعني ما بتاكلش عيش حتى يعني. حكاوي القهاوي، كلام مصاطب عشان تبين ان انت مهم، وعشان الاضواء تبقى مسلطه عليك ان انت عارف خبايا الامور، وعندك اسرار لا تقدر بثمن، وهي اسرار في منتهى التفاهه. بس بتبين لنا قد ايه انت يا اللي بتفشي الاسرار شخص غير مؤتمن، ومحدش يأتمنك ان انت تشتغل في مكان. بس ده اللي انا حبيت اقوله عن اعلام المصاطب، او المنصات او البودكاست او البرامج اللي بتبقى قايمه على هذا المحتوى التافه. اتمنى برضو اشوف ارائكم وتفاعلكم في الكومنتات، لو عجبكم الفيديو اتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم قريب على خير. سلام.